اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد. طبعا هنا استخدام اليد موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي. هنشوف مع بعض اول حاجه هنا كان لاعب الداخليه بيقول ان الكره طلعت بره الملعب. نشوف مع بعض هل الكره طلعت ولا لا. زي ما احنا ما شايفين مع بعض كده من بدايه اللعبه الكره جوه الملعب او على الخط، وطبعا كلنا عارفين ان الكره لازم تطلع كلها بره الخط. زي ما احنا شايفين مع بعض هنا الكره ما طلعتش. طبعا اول حاجه هنا اللعبه سليمه. نشوف بقى مع بعض هل الكره جت في اليد ولا لا. بص كده هو مع تكمله اللعبه هتلاقي هنا الكره جت في يد لعيب الداخليه. طبعا هنا اليد مكبره حجم الجسم ومش في الوضع الطبيعي زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا طبعا لمسه اليد موجوده وضربه الجزاء سليمه. نروح للحاله اللي بعديها وهو تنفيذ ضربه الجزاء. بص على يد الحكم. اول حاجه هنا يد الحكم مفروده علشان يبقى رساله واضحه للعيبه ان محدش يخش منطقه ال 18. نشوف مع بعض بقى هل في لعيبه دخلت منطقه ال 18 قبل لاعب الاهلي ما يشوط ولا لا. بص بقى على اللعبه هتلاقي ان هو لسه الحكم في نفس الوضع، اليد مفروده، لعيب النادي الاهلي ما لعبش الكوره، وهتلاقي لعيبه الداخليه جوه خط ال 18. طبعا لعبه زي دي كان لازم يعني قدام الحكم شايف ان في لعيبه دخلت. الفار كان لازم يقول للحكم ان في لعيبه دخلت. وهنا طبعا القانون بيقول لك ان الكره كانت لازم تتعاد، لكن هنا لا الحكم طبق القانون ولا الفار جاب الحكم ولا قال له اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب النادي الاهلي. هنا الحكم حسب فاول. معنى ان انت حسبت فاول يعني انت شفت المخالفه ديت وشفت التدخل ده، الطبيعي تديله انذار. ده اقل حاجه، اقل عقاب في اللعبه دي اللاعب ياخد انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لعيب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. هنشوف مع بعض هتلاقي هنا الكره عدت من لعيب الداخليه وبعد كده حصل التحام باليد والتحام بالقدم. شوف مع بعض كده هتلاقي ان هو اليد باينه جدا ان هو بيمنع اللاعب يعدي. وطبعا هنا برضو الحكم ما حسبش حاجه وكمان الفار ما جابش الحكم يشوف اللقطه اللي احنا جايبينها ديت. هنا حتى لو الحكم ساب اتاحه فرصه فالاهلي ما استفادش من اتاحه الفرصه، كان لازم يرجع للعبه اللي قبليها. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. هنشوف مع بعض هتلاقي هنا ما فيش اي التحام مع حارس المرمى. طبعا هنا الحكم ما حسبش ضربه جزاء وادى لعيب الاهلي انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه تدخل بقوه مع لعيب الداخليه وهنا الحكم حسب فاول واداله انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لاعب الداخليه بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل الكره جت في يد لعيب الاهلي ولا لا، وهل اليد مكبره حجم الجسم ولا لا. شوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه في كوع لعيب النادي الاهلي. طبعا هنا اليد في الوضع الطبيعي مش مكبره حجم الجسم فطبعا ما فيش ضربه جزاء. وهنا كمان الفار اكد على الكلام ده ان هنا ما فيش ضربه جزاء لان اللاعب خلاص اليد في الوضع الطبيعي. قرار الحكم ان ما يحسبش ضربه جزاء قرار سليم واكد عليه الفار.